سوبر هنيدي في سوهاج. المفروض ابن الجبل قررت الآتي: المطاريد هم اللي هيحكموا أرض المطاريد اللي هي سوهاج سابقا. اللي هيقولوا المطاريد نافذ ملوش محالة. الضرايب هتندفع في وقتها قبل 29 مارس. وش معنى 29 مارس يا كبير؟ ما عشان الحكومة هتلم الضرايب بتاعتها في 30 مارس. احنا هنلم ضرايبنا قبلها بيوم ونقبصهم. ده انت كدب تتحدى الحكم. اتفقوا ونفرجوه 20 مرة على أوبريت الضمير لغاية لما ضميره يخرج منه وياكله ويبلع التلفزيون كمان من الضيق. طب في حاجة تانية يا كبير عشان نروح ونلحق طابور العيش؟ يا بوي ما هتفكرنيش انت. داني وقفت 5 ساعات النهاردة وخدت رغيفين بس. المهم أنا سمعت إن فيه ناس اتصلوا باللي اسمه سوبر هنيدي ده. أول ما سوبر هنيدي يوصل سوهاج عايزه يكون عندي. أنا شخصيا عمل له ترتيبات مخصوصة، لو نفد منها يبقى أنا اللي هقتله بذات نفسياتي. وهتقتله ازاي يا كبير؟ أنا جايب سفاح مخصوص من مصر اسمه السبكي. حسيب عليه السبكي والسبكي ما يعرفش أخوه السبكي التاني. يا بور الساعة 12 يا مقبل عالصعيد، حبيبي قلبه دايب وانت قلبك حديد، وانت قلبك حديد. انت موقفنا على الباب من دلوقتي ليه يا عمو؟ نشم شوية هوا يا ابني، بقالنا 7 ساعات قاعدين في بق البني ادمين اللي جوه. هو في حد هيستنانا على المحطة في سوهاج؟ حد واحد بس؟ هتشوف يا رب نعرف نمشي بس من كتر البني ادمين اللي هتقابلنا. ايوه يا ابني مستنيينا عشان ننقذهم من المطاريد. القطر شكله داخل المحطة. الحمد لله على السلامة يا سوبر هنيدي. أنا من بيت أبو دومة اللي اتصلوا بيك. الله يسلمك. أمال البلد فاضية كده ليه؟ أصل المطرود عامل حظر تجول. خلاص المطرود نهايته قربت. خدنا على منظرة بيت عبد الرحمن. عيني. في ايه يا عم انت؟ لا دي بس الستاير عشان الناموس عندينا شدد حيله اليومين دول. هنيدي انا مش مطمن. ما تقلقش. في حاجة يا معلم؟ لا في قطر بس هيعدي. انا عايز اعمل بيبي يا عمو. طب ما تنزل. الباب ما بيفتحش يا عمو. طيب تعال انزل من عندي. ولا ده بيفتح؟ يا نهار اسود، احنا اتعمل لنا كمين يا صلعت. ده انا اللي عملتها على نفسي، هنعمل ايه؟ خطة واحد فشلت يا كبير. احنا لازم نبلغ البوليس، اكيد هنحتاج مساعدته. خير يا حضرتك احنا عايزين نروح القسم نبلغ عن حادثة خطف ومحاولة قتل. بس ايه حضرتك؟ هو في ايه ابشع من كده؟ انا قصدي بس كده انا تحت امركم. اتفضلوا معايا نروح القسم مع بعض وهناك احكوا لي الموضوع.
ما تقلقوش، وعلى بال ما تشربوا العصير هنكون وصلنا للراجل اللي كان سايق العربية. بس أنا شفت حضرتك فين قبل كده؟ احنا الصعايدة كلنا نشبه بعضينا. اتفضلوا العصير. ده عصير مش ده ولا ايه؟ تمام كده، خدهم بقى وزي ما فهمتك. والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا. أغبية، قلت لكم ادفنوهم مش ارموهم في النيل، كده المية ممكن تفوقهم. فوق يا كلب البحر فوق. انا فين؟ انت في سوهاج. وايه اللي جاب سوهاج جنب البحر؟ فوق يالا بقى. انا مش فاهم حاجة. هو مين مع مين وليه وامتى وازاي؟ ده اكيد شغل المطرود ورجالته. احنا لازم نتخفى كويس عشان ما يعرفوناش. لازم نلبس زي الصعايدة. عايزين نعرف المكان اللي عايش فيه المطرود. عايز نصيحتي يا عمو؟ احنا محتاجين العربية بتاعتنا. العربية جاية في السكة، كلها ساعتين وهنقابلها عند أول البلد. بس عايزين دلوقتي نوصل لمكان المطرود من غير ما حد ياخد باله. طب ودي هنعملها ازاي؟ هندور على الراجل اللي كان سايق لنا العربية. ادينا بنتمشى لحد ما نلاقيه. يعني هي سوهاج كلها قد ايه يعني؟ ارفع ايدك. يا لهوي يا لهوي، بلاش تقتله يا اخويا. لو معاك سلاح طلعه. انا ما عملتش حاجة يا باشا. طلع السلاح اللي معاك يالا. البتاع ده اقوى بكتير من القلم. قول لي نوصل للمطرود ازاي؟ ارجوك يا باشا ارجوك، انا مش قد المطرود. ما هو انت الوحيد اللي ممكن تساعدنا عشان نوصل له. رد على البيع يا كلب. المطرود لو عرف اني ساعدتكم هيموتني. ما هو انت لو ما ساعدتناش هتموت برضه. ها؟ المطرود قاعد في الجبل، بس الجبل كله متحاصر بأنابيب البوتاجاز. وانا اقول ازمة الانابيب في البلد دي جاية من ايه؟ اتاري المطرود حامي نفسه بيها. طيب بقول لك ايه، نوصل للجبل ده ازاي؟ أنا مش عارف أكتر من اللي قلته لك. أرجوك ارحمني أرجوك ارحمني وسيبني. وصلنا لحد أول الجبل وإحنا هنسيبك. يبقى لازم تستنوا لحد الليل ما يليل، وأنا هاخدكم في الظلمة لحد هناك. اتفقنا. ايه الصوت ده؟ ده المطرود مربي جودزيلا في الجنينة اللي ورا بيته. وجابها من فين الجودزيلا دي؟ بيقول اشتراها من واحد اسمه جمال سليمان. الله، والجودزيلا دي انت شفتها بنفسك؟ البلد كلتها بتتكلم عنها، بس ما حدش شافها بعينه. مش هتسيبنا امشي بقى يا صبر هنيدي؟ انت هتتكتف هنا وتستنانا لحد ما ندخل ونطلع بالمطرود. يا خرب بيتي. كتفه يا صلعت. بتعمل ايه يا عمو؟ خد البس ده. لقد أكلت 50 بني آدم وحدك في الخارج.
اتركه لي. States Army that'll fight you to the last man and will never surrender. خرب بيتك. منك لله يا كبير. منك لله يا صبر هنيدي. قدامي يا عصابة فاشلة. اهدي اهدي انا الكبير. انت وريتك يا سوبر هنيدي. وري مين يا واد يهبل انت؟ بص قدامك وما تخرجش من الصف لا خلي الجودزيلا تاكل ودنك. هنعمل ايه يا عمو في الجودزيلا دي؟ بعد ما نسلم العصابة للبوليس هنروح نسلم الجودزيلا دي لواحد صاحبي كبابجي، ايوه اللي في اول فيصل ده، يشويها ويوزع لحمتها على الفقراء. ايه رأيك؟ كلك رقة وحنية والله يا عمو. اوعى خلي بالك، اوعى جودزيلا خلي بالك بالراحة هتوقعيني. اوعى